السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من قناه ماريا كويزين. اليوم ان شاء الله راح نديرو حلوه بدون طهي ب3 مكونات فقط. اللي يحبوا القرمشه هذه ليكم بزاف بنينه سهله في وقفه توجد، ويعني احسن مرافق للشاي ولا لاتاي في هذا العيد ان شاء الله. بسم الله. عندي لهنا الديول ولا الورق تاع الديول، ولا كان يقول لهم الورق تاع البوراك، كل واحد واش يعيط لهم. المهم انا درت لهنا باكي ونص، يعني هاد الباكي جديده، وتاني كان عندي باكي قعد لي منه حوالي هكذاك نص، زدت خدمت به. واش راح ندير؟ نحيهم عادي ورقه بورقه كما راكم تشوفوا، اي نوعيه تحبوها. المهم ما يكونش تاع الدار البنات، لازم يكون تاع برا، تاع الدار يجي شويه خشين. ونجي لهنا نديرو في بلاطو كما راكم تشوفوا، ما ندير له والو. هذاك البلاطو نقطعهم بهذا الشكل تقطيع عشوائي، ونديرهم في الكويزينيير على 180 درجه حتى يتحمروا لي. نقعد نقلب فيهم. اهم ملاحظه نعطيها لكم انه تستعملوا بلاطو يكون كبير هكذا باش هذاك الورق تاع الديول تاعكم يتحمص لكم كامل. شوفوا لهنا هذاك النص باكي كنت حمصته من قبل، وتاني ما راحش ياخذ لكم وقت كبير بزاف في التحماص تاعو. تمتم راح يوجد بهذا الشكل، بهذا الشكل. شوفوا لهنا راهو تحمص لي، شوفوا يجي ما شاء الله. يعني هاد الحلوه ابسط حلوه ديروها، اللي ما تعرفش قاع طيب، واللي جامي طيبت، واللي جامي صلح لها الحلوه، واللي جامي يعني ما كاش كامل، بهاد الطريقه راح يجيها ما شاء الله، وتقدر تحضرها وتجيب كميه كبيره وتاني بزاف بنينه. لا انا درت هذاك النص باكي، وانتم تقدروا تستعملوا باكي واحد البنات. انا قلت لكم كان هذاك عندي، يعني قلت ولا غنديرو خير ما يقعد خساره. انتم تقدروا ديروا غير باكي تاع الديول. ونجي لهنا نزيد نفتتهم مليح بيدي، ما تخلوهمش هكذاك خشان. وراح نضيف عليهم، انا كانت عندي كميه تاع اللوز. نتوما يعني كيلتها في الكاس، شوفوا دات لي حوالي كاس الا ربع. تقدروا ديروا كاس، تقدروا ديروا زوج كيسان، تقدروا ديروا الكاوكاو، الجوز، اللوز، واش عندكم في الدار واش تحبوا ديروا. تقدروا تخلطوا بين اللوز والجوز، بين الكاوكاو واللوز، بين الكاوكاو والجوز. المهم البنات هاد الوصفه يعني الحاجه المليحه فيها ما فيهاش مقادير. ديري واش حبيتي. تحبوا المكسرات كتر من الديول كتروا المكسرات. المهم هي الوصفه احسن تكون بالديول كتر من المكسرات. نجي لهنا واش راح درت دوبت 300 غرام شوكولا بيضاء، 300 غرام. ولا هنا شوفوا الخطا اللي وقع لي، انه هذيك 300 غرام تاع الشوكولا بيضاء ما كفاتنيش. وهاد الحلوه لازم غير تكملوا تخدموها، تبداو تشكلوا فيها هكا باش ما تجمد لكم الشوكولا. في هذه المرحله في هذه المواقف كيفاش تسلكوا رواحتكم. انا واش درت؟ كملت هذيك 300 غرام تاع شوكولا، ومن بعد واش درت؟ حكمت هذا الغيسيبيون دخلته الكويزينيير كانت سخونه باسكو حمصت فيها هذاك الديول وخليتها تماك. ورحت زدت 200 غرام شوكولا واحده اخرى دوبتها، وشنو لهنا قطعتها رقيقه. بالنسبه لكميه شوكولا خدات لي 500 غرام شوكولا. شوفوا هنا، شوفوا القوام تاعها كيفاش جا. كملت كامل 300 غرام تاع الشوكولا. ولا هنا راني رحت دوبت 100 غرام وزدت 100 غرام، يعني 200 غرام واحده اخرى دوبتها. عاود جبت الغيسيبيون تاعي من الكويزينيير، ما جمدت لي شوكولا ما والو، مع اللي رانا في الزمان تاع السخانه ما تخافوهاش. وبقيت نضيف فيها بشويه حتى تحصلت على الخليط اللي راني نحوس عليه. ليسونسيال ما تكونش جاريه بزاف وما تكونش ناشفه بزاف باش ما تجيكمش هذيك اللي مقرمشه بزاف. وبالنسبه للحلاوه ما تخافوش كامل ما تجيش حلوه باسكو اللوز راهو صامد، وتعرفوا باللي الديول يجي شويه مالح. يعني هذيك هي. شوفوا لهنا كملت 200 غرام تاع الشوكولا اللي دوبتها كامل. شوفوا هذا هو القوام اللي راني نحوس عليه. 500 غرام شوكولا هي الباطه الكبيره تاع شوكولا. شوفوا هذا هو القوام، جات ما شاء الله. والحاجه المليحه تاني طريقه التشكيل تاعها بسيطه جدا. تحكموا لي كيسات، من احسن لي كيسات يكونوا صغار. انا لي كيسات تاوعي كبار وجاتني 29 حبه. شوفوا لي كيسات تاوعي كبار وجاتني 29 حبه. نتوما اذا درتوا لي كيسات صغار راح تقدر تقطع لكم حتى 50 حبه، يعني صراحه تقدر تقطع لكم حتى 50 حبه. شوفوا ولا 45 ولا 40، المهم تقطع لكم كميه كبيره.
شوفوا انا يعني شحال راني نزيد باسكو لي كيسات تاوعي كبار، وهي من الاحسن يجوا في لي كيسات شويه صغار هاد الحلوه هكا، ونقعد نخدم فيها بيدي. وهي حلوه تقليديه يعني ماشي حاجه جديده، حلوه قديمه بزاف. عندي لهنا شويه بيستاش ولا فو بيستاش، هذه حبيت نضيفها، بكري كانوا يخدموها غير هكذا، انا حبيت نضيفها باش نكاسيو هذاك اللون بهذا الشكل. تقدروا ديروا غير فو بيستاش، ونزيد لها شويه ورقه ذهبيه وتكون واجده. انا نكمل كامل نشكلهم وراح نتلاقاو في صحن التقديم. المهم برك راح نديرهم في الكونجيلاتور حوالي 2 دقائق ونحيهم غير قسمه يحكموا روحتيهم، وهذيك شوكولا تبرد. وهذا هو الشكل النهائي لوصفة اليوم اللي هي حلوة بدون طهي، 3 مكونات فقط، جت ما شاء الله يعني شكلا ومذاقا. شوفوا احسن مرافق لاتاي ولا الشاي في الفترة تاع العيد الكبير، يعني مع الحماكو تعرفوا باللي يقهم هادي مع كاس لاتاي مور الفطور بزاف هايله. شوفوا الشكل تاعها، شوفوا كيفاش تجمد، تتنحى بكل سهوله من لي كيسات، والشكل تاعها شوفوا شحال يجي شباب، تجي ما شاء الله. وفي الأخير معليا غير نقول لكم شكرا على المشاهدة، إلى وصفة لاحقة إن شاء الله، سلام.